وفجأة سمعت صوته ورايا، الصوت اللي كنت بسمعه من الموبايل، بس الصوت اللي وحشني لدرجة الوجع. أكرم جوزي رجع من السفر بعد 3 سنين. اتجمدت مكاني، الفوطة وقعت من ايدي، وقلبي كان بيدق لدرجة حسيت ان الكل سمعه. قال بصوت واطي: سمية، انت بتعملي ايه كده؟ لفيت ببطء وشفت وشه، كان واقف عند باب الصالة، شنطته لسه على الأرض وعينه بتلف في المكان كأنه مش مصدق اللي شايفه. بص عليا، على جلبيتي القديمة، على شعري المربوط بإهمال، على ايدي اللي باين فيها الحروق. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الاشتراك قبل ما نكمل. قرب خطوة، خطوتين، لحد ما بقى قصادي. قال وهو بيحاول يطلع صوته ثابت: مالك؟ ايه اللي حصلك؟ قبل ما رد، حماتي خرجت بسرعة من أوضتها، غيرت وشها في ثانية وقالت: حمد لله على السلامة يا ابني، نورت بيتك. سمية كانت بتنظف شوية، أصلها بتحب الشغل. أكرم ما بصتلهاش، كان مركز عليا أنا. مد إيده ومسك دراعي، وأول ما لمس الحروق أنا شهقت من الوجع ورجعت إيدي. ساعتها صوته علي: مين عمل فيكي كده؟ سكت، لساني اتربط، بس دموعي نزلت لوحدها. حماتي حاولت تضحك وتقول: دي حاجات بسيطة، أصلها بتتلخبط في المطبخ. بس أكرم لفلها فجأة وقال: اسكتي. أول مرة أسمع صوته كده. الشقة كلها سكتت، حتى بنتها اختفت جوه الأوضة. أكرم رجع بصلي وقال بهدوء مخوف: احكي يا سمية، من غير خوف. لقيت نفسي بحكي كل حاجة، عن أول ألم، عن الإهانات، عن التهديد بالطرد، عن الجوع، عن الليالي اللي كنت بنام فيها وأنا بعيط، عن الحروق اللي بخبيها، وعن لبس المقفول في مكالمات الفيديو. كنت بتكلم وهو واقف سامع، وشه محمر، ايده مقبوضة، وعينه مليانة وجع وغضب. قال بصوت مكسور: ليه ما قلتليش؟ قلت له: كنت خايفة، قالولي هيرموك في الشارع. لف لحماته وقال: انت عملتي ايه في مراتي؟ حاولت تبرر، لكن أكرم قاطعها: من اللحظة دي انت ملكيش كلمة على سمية. قرب مني وشال الفوطة من الأرض، وقال قدامهم كلهم: سمية مش خدامة، سمية مراتي. وفي نفس اليوم لما هدومه بإيده وخدني ومشي، ساب بيت أمه وراه ومن غير ما يبص. بعدها بأيام وداني لدكتور، وتعالجت من الحروق، وكان كل يوم يقول لي: حقك عليا، سامحيني. نقلت معاه بيت جديد، بيت ما فيهوش صوت زعيق ولا إهانة ولا خوف. واتعلمت إن السكوت مش دايما صبر، وأحيانا ربنا بيأخر الفرج علشان يجي أقوى وأعدل. لو كملت القصة للآخر، اكتب تم، لايك، كومنت، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل اشتراك.